3 عيون حلوين، رقصني انا دلعني انا حبيبتك انا، بس هي مين انا؟ هينفع انا من غيري انا؟ اكنك 3 عيون حلوين، رقصني انا دلعني انا. بصراحة أنا عايز بشكر حضرتك جاية على الحاجات اللي والنبي يا كبير هات لنا قناة الدوامة دراما. واه ما شايفنيش عم اتفرج على التلفزيون ولا ايه؟ معلش والنبي يا كبير اصل زمن التمثيلية جت. تمثيلية ايه دي؟ تمثيلية جمعة الشوان. بتاعت الجواسيس؟ ايوه هي دي يا كبير. بنت شايفاها هيدي 300 مرة قبل كده. اوه يا كبير ده تمثيلية وطنية، يعني لازم كل ما تاجي نشوفها. لا مش لازما ولا حاجة. مش لازم كيف يا كبير؟ مش احنا كل سنة يوم 6 أكتوبر بنتفرج على فيلم الطريق إلى إيلات والرصاصة لساتها في جيبي وأبناء الصمت؟ بيجيبوا الأفلام دي ليه؟ عشان أفلام وطنية، يبقى لازم نتفرج عليه. مش ناقص خوته، أنا متابع البرنامج ده. ده برنامج طبيخ يا كبير، هو أنت بتخش المطبخ من أساسه؟ والنهارده هيكشف عن سر عجينة الكرواسون. ومعلش والنبي يا كبير الحلقة دي وخلاص. اشمعنى يعني الحلقة دي؟ أصل الحلقة دي اللي فيها الأستاذ عادل إمام لما بيعرف إن الست جوجو بتشتغل مع مين؟ مع المخابرات المصرية، وبعدين بتحط له الورقة في جيبه اللي بعتها له مين؟ الرئيس زكريا، وبعدين هو بيخش يقراها فين؟ في الحمام. لا إله إلا الله، ما أنت متنيلة حافظ الحلقة، عايزة تشوفيها ليه؟ أصل بحبها قوي يا كبير. لا ما فيش تمثيلية، يعني ما فيش تمثيلية. والله ده ظلم. جزرة وقطمها جحش. يلا تقلبي يلا تقلبي، حضري لي حاجة نطفحوها. ماشي. على طريقة الشيف شربيني. وطي النار عليها شويه عشان ما تضربش من الحمام. سبتها نص ساعه وبعد كده طلعته وحطيت عليه شويه. كنت وقفت معايا في صفي وانا بنهار. الله يقل مزاجك يا هدية. الواحد كان مفرفش وبيتفرج على هيفا يا عم تتلوى، رجع لقي هاني شاكر عم ينهار. هاتي لي حبة سلطة يا بت. كبير كويس جدا انك هنا. انا بقى عايز اسالك سؤالين في السريع. انت البعيد ما عندوش دم، قاعد باكل وقاعد قاعدة حميمية مع مرتي. عادي يا كبير، ما انا هقعد اكل معاكم برضه واتكلم، ما فيهاش حاجه يعني. ما بعرفش اكل واتكلم في وقت واحد. طب بص هما سؤالين بس عشان خاطري، سؤالين وخلاص. اثنين اسال. ها اوكي يا كبير، انت عندك كام عامل شغال في الارض؟ انت جاي تنق على يد انت؟ لا يا كبير، انا بعمل بحث عن علاقه راس مال بين الفرد والمؤسسه، والعلاقه دي لخص 100 عامل. ها هايل جدا. طب وبتدي كل واحد فيهم بقى كام في الشهر؟ وايه دخل دي براس المال والهيصه اللي بتحكي فيها دي؟ الله، ازاي يدخلهم؟ احنا لو عرفنا متوسط دخل الفرد هنقدر نعرف متوسط دخل العمال. كفايه لت وعجن، الوكل هيبرد. 25 جنيه في الشهر و7 جنيه ونص يوماتي. حلو قوي. طب واليوم نسبه في الربح السنوي قد ايه بقى؟ ليه؟ فاتحها سبيل اياك. يعني دخلهم السنوي بيبقى مرتب بس تفتكر الناس كده يبقوا مبسوطين يا كبير؟ وهيحبوا يديهم معدوله ومقلوبه، وش وظهر يعني. طب يا كبير ما بتفكرش انك مثلا طارق علام اتفضل. ايوه يا كبير بس انت ما فهمتش. عرفك ده اتفضل. اوكي بون ابيتي. الواد ده خوفني، ما عندوش احساس، ممكن يطلع لي في الحمام. هو بيسألك الأسئلة الكتير دي ليه يا كبير؟ تلقيه بيحكحك كده، عاوز يشتغل معاي. شغل ايه؟ هو احنا تلامذة؟ الموضوع ده فيه إن كيف؟ انت مش واخد بالك يا كبير؟ ده عمال يسألك الناس عاملة ايه؟ مبسوطة ولا لا؟ بتاخد كام؟ في ايه يعني؟ فيها ايه كيف؟ ده بالظبط زي اللي حصل في المسلسل بتاع جمعة الشوان. تاني هتقول لي جمعة الشوان؟ اسمع بس يا كبير، فاكر لما الأستاذ مصطفى فهمي كان بيقول للأستاذ عادل إمام يا جمعة عايزين نعرف الناس في مصر عاملين ايه؟ بيطبخوا ايه؟ بياكلوا ايه؟ ليه عاد؟ عشان يعرف الحالة اللي البلد فيها يقوم يخطط ويتجسس صح. يا ولي انت المسلسلات واكله دماغك والمفتش كرومبو والحاجات دي. ليه يا كبير؟ ده عيل امريكاني ولايف على اخوك وجاي حاطط لنا هنيه في الدوار، ولا نعرف له لا اصل ولا فصل، وعمال يسال في اسئله غريبه كده. اقطع دراعي ان الواد ده وراه حاجه غلط. يعني انت عايزه تقولي ان الواد طومس ده جاسوس ويضحك علينا طول الفتره دي؟ ايوه، طب ما الاستاذ محمود عبد العزيز بذات نفسه في رأفت الهجان قاعد في اسرائيل يجي 100 حلقه ومحدش كان عارف انه جاسوس مصري، حتى كانوا بيحبوه اكتر من اهل البلد كمان. وجهة نظر برضك يا بت،
سي توماس، سي توماس، ايوه يا هدرس. 30 صورة بالتمام والكمال زي ما طلبت. برافو عليك يا هدرس. بقول لك ايه، عدي عليا بالليل عشان تاخد الميموري كارد عشان تطبع بقيه الصور. ما تنساش تجيب لي الرجاله اللي قلت لك عليهم. ايوه الرجالة، اقول لهم انت عايزهم ليه بالظبط؟ قول لهم ان انا عايز اسالهم شويه اسئله بسيطه. من عينيا يا سي توماس. شفت؟ مش قلت لك يا كبير؟ توماس، ما تيجي اغلبك ماتش؟ لا معلش سيبني شويه. ايه؟ سيبني شويه مش فضيلك. انا نفسي افهم الهري اللي انت عمال تهريه ده والحرت اللي عمال تحرته ده ليه؟ الهري ده كله عشان في الاخر اخد شهاده الCFA. يا فرحة امك بيك، يا فرحة امك بيك وانت داخل عليها بالCFA. يعني ايه CFA؟ هتعمل بيها ايه دي؟ علشان انت ثقافتك محدوده مش هتفهم ابدا ان الCFA دي لو اتحطت في الCV بتاعي هتفرق معايا جدا في الشغل. يعني بوزيشن جامد، مرتب اعلى. طيب عشان اوفر عليك وقتك وعمرك اللي بيروح هدر ده، انا مش في نيتي خالص اني ارقيك. زائد انه فرشور مش هزودك ولا مليم، ده اذا ما كنتش هنقصك. ليه بقى؟ لان انا الوحيد اللي فاقسك، صاحبك من زمان، عارف امكانياتك وسقفك فين واخرك ايه. بص بقى، تاخد نسكافيه تاخد CFA مش هديك حاجه. جوني، الCFA دي مش عشانك انت. الCFA دي عشان ممكن اشتغل بيها في اي حته في العالم. لا ريلي يا فرحة امك بيك. طب ما تنساش بقى يا توماس شغلتك الحقيقيه يا حبيبي. عاوزك النهارده بالليل قبل ما تنام ترتب كل الDVDs بتاعتي، الرعب لوحده، الاكشن لوحده، المسلسلات التركي لوحدها. قبل ما تنام يا توماس يا اما هخصم منك اسبوع. كل عيش يا حبيبي. معايا CFA، ربنا هيكرمني يبقى معايا CFA وابقى مميز. انا توماس. حبيبي قرب بص بص زعلان ازعل نص لحسن حبعد ابعد قهوة نص تبقى انت اكيد زي المرأة يبقى إن هيبقى مرار طافح. شفت يا كبير؟ فيه ايه؟ شفت التصاوير اللي مصورها توماس؟ جبتيهم منين دول؟ لقيته ناسيهم على الترابيزة تحت، خدتهم وشفتهم. لقيته مصور كل حتة في البلد، أراضي، جوامع، بيوت، ألخ ألخ ألخ. كأنه معاكي حق يا بت. الواد توماس ده يطلع جاسوس ولا ايه؟ مش قلت لك يا كبير؟ طب هنعملوا ايه دلوقتي؟ نروح نبلغ عليه. بلغ عليه مين؟ المخابرات المصرية. تتجنيتي يا بت. ما تخافش يا كبير، انت تروح تقول لهم على كل حاجة وهم هيتصرفوا بمعرفتهم. طب قدري توماس طلع ما جاسوسش ولا حاجة وكل الكلام ده خرافات. نبقى احنا بلغنا وعملنا اللي علينا. ما اعرفش يا دي، انا قلبي ما مطمنش الموضوع البليغ ده. يعني هنعرف انه جاسوس ونسيبوه كده؟
يا كبير؟ انت مش وطني ولا ايه؟ لا وطني، بس بصراحة كده أنا خايف أخوي جوني يكون متورط مع توماس ده. أقول لك عندي فكرة، إيه رأيك أسأله الأول؟ أقول له جوني خد تعال هنا، أنت متورط مع توماس ولا إيه؟ إيه رأيك؟ غلط يا كبير. اكده كأنك بتحذرهم انك تعرف كل حاجة، وساعتها هيخفوا كل الأدلة وهيهربوا بعمايلهم. انت تروح تبلغ وبعدين نبقى نشوفوا موضوع اخوك جوني ده. يا دي جوني لو طلع ملطوط مع توماس الموضوع مش هيبقى هين، دي لا جنحة ولا جناية، دي خيانة عظمى. يعني حبل المشنق عدل، وأنا اللي حبقى وزيت على أخوي. اخوك؟ والله مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اقعد. ازيك يا كبير؟ باه تعرفني؟ اه طبعا. خير يا سيدي. يعني سؤال الأول بس، يعني قبل ما أدخل في الموضوع، اسم حضرتك لفت نظري. هو حضرتك تقرب للأستاذ؟ ايوه انا اسمي محسن ممتاز، ابن اللواء محسن ممتاز. بتاع رأفت الهجان صح؟ تمام. ابن أصول والله، أنا معجب بأبوك جدا جدا جدا، ده ياما طلع من تحت يده جواسيس ومخبرين وعملاء. هو ليه ما بيعملش مسرح؟ هو مقل شوية في أعماله. المهم أنت كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ يعني الحقيقة يعني ما كنتش متوقع إنها قابل حضرتك، يعني هو يعني كان بلاغ صغير. شوف يا كبير، القضية الكبيرة بتيجي دايما من بلاغ صغير. ياه أنا قشعرت، يعني فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد. ها تشرب إيه بقى يا كبير؟ لا الواجب وصل وخلاص. لا لازم تشرب حاجة. أنا عن نفسي هاخد شاي، أجيب لك شاي معايا. إذا كان يعني لازما ولا بد شاي. 2 شاي يا محمد. ها كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ اهدى، هنتكلموا هنا، مش هنطلع على جهاز كشف الكذب الأول؟ لا كذب إيه يا راجل؟ أنت هتكذب من أولها ولا إيه؟ والله العظيم 3 ما في حاجة قلتها كذب. وأنت لسه قلت حاجة؟ معلش، الرهبة بتاعت المكان بتاعت حضرتك يعني. لا انا عايزك تهدى وتاخد راحتك على الاخر، كأنك في الدوار بتاعكم بالظبط وبتكلم واحد صاحبك. لا العفو يا باشا العفو. لا خد راحتك. كنت جاي تبلغ عن ايه بالظبط؟ جاسوس عندي في الدوار. انا عايزك تهدى وتركز وتحكي لي الموضوع ده بالتفصيل الممل ومن اوله. شوف يا محسن بيه، من يجي كم شهر كده طلع لي اخ امريكاني وجه قاعد معي في الدوار. جوني مش كده؟ انا ما مستعجبش، مخابرات عاد. المهم جوني ده ما جاش لحاله، جه ومعاه تنين، اشلي وتوماس. لا انا اقوم اروح، انتوا عارفين كل حاجه. ها لا كمل، احب اسمع منك. انا شاكك ان توماس ده جاسوس. وايه اللي حسسك ان توماس ده جاسوس؟ عمال يصور كل حته في البلد ويسال الناس اسئله غريبه. غريبة ازاي؟ وضح اكتر. يعني عمال نسالهم يعني بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، فرحانين ولا ما فرحانينش. وبعدين كمل. في الاول انا افتكرت طبع فيه، يعني عادي انسان فضولي، لحد ما جماعتنا قالت لي لا، ده نفس السيناريو اللي حصل مع جمعة الشوان ومع الرئيس زكريا. طبعا حضرتك عارفهم يعني، هم والوالد يعني زملاء. انت شكلك متابع. بقول لك بيك فان. المهم، في حاجة تانية عايز تقولها؟ بصراحة كده أنا خايف لا يكون الواد توماس
جار الرجل جوني معاه. هو جوني ده صحيح يعني واد استفزازي ولسانه معوج، بس قلب ابيض، وفي النهايه اخوي برضك. لما انت خايف على اخوك جاي تبلغ ليه؟ عشان مصر. مصر يا محسن بيه، مصر اللي اغلى من عيلتي كلاتها. لو كل الناس زيك كده يا كبير كانت اتغيرت حاجات كتير في البلد. مصر محتاجة الوطنيين اللي زيك يا كبير. عايزك تهدى وتتمالك اعصابك. اقعد. شوف بقى، انا عايزك تحط عينك على توماس ده وما تشيلهاش لحظة واحدة، ولو حسيت بأي حاجة مهما كانت صغيرة تبلغني فورا. انت هتكون الراجل بتاعنا في الدوار، واحنا من جانبنا هنعمل تحرياتنا. هبعت لك 2 رجالة من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمة سر. ويا ترى هي ايه كلمة السر دي؟ اروح ادور تقوم رادد عليهم وقايل لهم على نفسي. تمام، هو ده. بعد ما تتعرف عليهم تدخلهم الدوار وتسهل لهم مأموريتهم، وهنكون دايما معاك على اتصال. مش هوصيك يا كبير، لو حد شم خبر عن الموضوع دوت العملية كلها تتعرض للفشل. ما تخافش يا محسن بيه، اطمن. ده الكارت بتاعي، يبقى اتصل بيا في أي وقت. شرفت يا كبير. الشرف لي يا محسن بيه. السلام عليكم. صح، يعني في سؤال بس ما تزعلش مني. يعني اول ما قعدت مع حضرتك يعني طلبت لنا 2 شاي وانا رفضت، وقعدت تكثر وانا جاي من سفر وراكب قطر وعرقان وعندي هبوط. خلاص مش عايز حاجه. لو عايز تقعد تشرب الشاي اقعد. لا خلاص، يعني انا اعدي اخذ اي حاجه من انظران وانا ماشي. السلام عليكم. حاجه اخيره يعني حضرتك وانت مروح بالليل البيت لما تقابل محسن بيه الحقيقي ابوك، يعني سلم لي عليه وقول له الكبير بيحبك قوي قوي وعايز اي صوره كارت اعمل فيها كده. عينيا، المره الجايه هجيب لك كارت وعليه امضاء من امضاءاته. هو عنده امضاءات كتير؟ ايوه. حويط. السلام عليكم. شرفت يا كبير. يا الله اللي هنا يا اخوانا. نعم. احنا عمال التكييف وجايين عشان الصيانه الدوريه. ربنا يسهل لك. الفريون 10 على 10، ما عايزينش. مش انت الكبير؟ ايوه. اروح ادور على نفسي. مرحب نورت يا بشوات. شوات ايه ونيلة ايه؟ اتصرف بطبيعيه، احنا عمال تكييف عاديين، اتصرف بطبيعيه. يلا يا توات قدامي قاعد مريح ده. شغال. يلا. بنتي هديه، الجماعه وصلوا يا بنت. يا مرحب بالبشوات. بس ايه يا ابويا السياح ده؟ من فرحتنا بيكم يا بيه. مش محسن بيه قال لك ان الموضوع ده سر بينك وبينه بس؟ ازاي تقول لمراتك؟ ما هو قال لك وقال للراجل ده. ما هو طبعا لازم يقول لنا، مش شغالين معاه. تفضح روحك، تصرف بطبيعيه. خلاص يا بنت خلاص، دول عمال التكييف يعني جايين يصلحوا التكييف وبيصرفوا بطبيعيه. هو فين؟ الجاسوس هناك في الاوضه هناك. طب حد يخرجه بسرعه عشان نعرف نشوف شغلنا. يا توماس، يا توماس. ايوه يا كبير. خد تعال اقول لك عايزك في موضوع مهم. لا معلش يا كبير، اصل انا عندي شغل في الاوضه هخلصه وانزل لك على طول. يا خد يد بقول لك يد موضوع مهم يا حياه وموت. اوكي. خدت بالك بيقول لك شغل جواسيس. شوفوا، عاوزكم تكشفوا على كل الاوض،
تشوفوا التكييفات وتصلحوها. تبدأوا بالأوضة دي أوضة توماس. لا يا كبير، انا التكييف عندي تمام. معلش، خلي الناس تشوف شغلها، ولا أنت خايف يلقوا حاجة كده ولا كده؟ انا بقول لك مفيش حاجه، وبعدين انا اوضتي بصراحه بايظه ومتبعتره، وكل اوراقي المهمه ومستنداتي مرميه على الارض، وانا بصراحه مش عايزها تبوظ اكتر ما هي بايظه. وبعدين انا لو التكييف بايظ انا هصلحه على حسابي. وعلى إيه التكاليف؟ على إيه؟ ما الناس ها؟ يا كبير انا مش عايز حد يخش اوضتي. لا هيخشوا، ولا أنت خايف يمسكوا عليك حاجة؟ خلاص يا كبير، خلاص سيبه براحته. إذا أنت شايف كده ماشي. شوف، هتعدوا على كل الأوض إلا الأوضة دي بتاعت توماس. ها دي اللي فيها هتلاقي حتى بالأمارة أكرتها محترسة شوي. ما احنا هنشوف نفحرسها دي وهنظبطها. حاضر، شكرين يا كبير. ربنا معاكم. ايه يا كبير، ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ أنا كنت عايزك في موضوع. مش انت منزلني من فوق عشان عايزني في موضوع الحياة والموت. ده ايوه موضوع حيوي. تعال اقعد. لا اقعد، قوم من هناك، قوم. مكشوفة دي، اقعد. شوف ايه غريب جدا. في ايه؟ هي الأوضة اللي في الوش دي. شكرين يا ستي. العفو. ايه تاني؟ خلوا بالكم ليكون داسس حاجة هنا ولا هناك ولا هناك، ده جاسوس خطر. انا مش عارف اقول لك ايه على المعلومه. ما تروشناش يا ستي. ربنا معاكم ويحميكم لشبابكم ويخليكم لمصر. الله المستجاب يا أمه. ممكن نشوف شغلنا؟ اتفضل. يا ريتني كنت معاهم. طمني، عامل ايه في ابحاثك المريبة دي والمستندات والحاجات اللي بتعملها فوق دي؟ والله يا كبير شغال فيها بس جد تعبان قوي. الله يقويك. طب ايه الاسئله اللي كنت عايز تسالها لي؟ ولا انت ما حبكش تسالني الا لما اكون في الحمام او باكل؟ لا ما خلاص كل المعلومات اللي انا عايزها عرفتها. عرفت كيف؟ سالت الناس من اللي شغالين عندك وشويه ملاك من اللي حواليك. موبايلي فين؟ موبايلي فوق، انا هطلع اجيبه واجيلك على طول. اخشى عياد، اقعد، ما نكسرش خوته الدماغ، كل رناتك طويله ومايصه. اقعد. كبير انا مستني مكالمه من بره. من اسرائيل؟ ها؟ ايه؟ من اصحابك يعني من بره؟ لا انا مستني مكالمه مهمه من ناس مهمين. اهم مني اياك. لا اسمعني زين، قمت انا عملت ايه عاد؟ جبت التنين قدامي، قلت للاولاني انت حركت له الزرع، هو سمم لك البهايم، يبقى خلاص خالصين. قال لا، لازم ناخذ بالتار، اقتل له بهايمه، روح اقصد روح. قلت له هذا والزرع ده ايه؟ ما هو روح يا لوح. قال لي لا ما يتحركش. شوف العقليه. على فكره ناس كتير بتتلخبط في الموضوع ده. يعني مثلا الطبق ده جماد ما فيهوش روح. الجزمه اسم الله على مقامه ما فيهاش روح. المكوى مش روح. كنزات الحاجه الساقعه مش روح. ترابيزه البلياردو مش روح. القصب مش روح. وقعت في الفخ. القصب دي ايه؟ ما هو نبات. انت مش مركز معايا، اقول لك من الاول. لا خلاص يا كبير، انت مثبتني جنبك بقالك اكتر من تلت ساعه بتتكلم كلام مش فاهم منه كلمه. يابا تستنى يا هذا اكمل الحكايه، العبره بالنهايه. لا حكايه ايه؟ طب اقول لك انا هطلع الحمام واجي لك على طول. استنى يا هادي، انت رايح فين؟ عيل صغير ما عرفت تمسك روحك. اقعد، الموضوع مهم، اقعد. يد تعال يد. خلاص بقى يا كبير مش قادر، بطني بتوجعني. تعال يا هادي اقول لك. ولا يد خد تعال اقول لك يا هو انا هاكلك. اقعد بقى. تعال ولا طب الباب ده فيه روح ولا ما فيهوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلاص خلصنا والتكييفات كلها تمام. مسكت عليه حاجه دليل؟ المكتب عندنا هيكلمك ويبلغك بالحساب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلموا لي على الباشا، على مدير الشركه. ادخل. التقرير بتاع توماس وصل يا فندم.
الو. ايوه يا كبير. يا حسين بيه طمني، مسكتوا الادله؟ الناس ما لقيتش حاجه في اوضه توماس ولا على الكمبيوتر بتاعه، والتحريات اللي عندنا بتقول ان نضيف نظافه الصيني بعد غسيله. ايه؟